فضل شاكر بريء من عام 2018. تخيلوا، ونحن بهاليومين لحتى عرفنا بأنه القضاء اللبناني مصدر فيه براءة من قتال الجيش اللبناني، وبقيان بس سلب أموال الناس وتبييض أموال بقيمة 120 ألف دولار تقريبا أو هيك شيء، وأكيد بريء منهم هو. ليش لليوم حتى عرفنا؟ هذا أكبر دليل على أنه الحرب مع فضل شاكر هي أكبر بكتير من مجرد الأحداث اللي صارت معه. الحرب معه هو حرب فنية. كتار من الفنانين لهم مصلحة كتير كبيرة بإنهاء وجود فضل شاكر، لأنه فضل شاكر أهم صوت مطرب في لبنان، هو بالمرتبة الأولى، ما في حدا قبله أبدا، لا إجا ولا رح يكون. مو لأنه نحن من جمهوره أو من حبه، لأنه فعليا هو نمبر وان على المستوى الوطن العربي كمان، مو بس على صعيد لبنان. هو كصوت أهم من جورج وسوف، أهم من عبد الحليم، أهم من فريد الأطرش، أهم بكتير من كل الأصوات اللي هلأ موجودة. لهيك الشي اللي صار معه هو فارق كتير فنانين كانوا مطفيين. مجرد الأحداث اللي صارت معه بيّن وجودهم شوي. ناس كتير مفكرة إنه فضل شاكر هلأ رجع. فضل شاكر راجع من سنين طويلة ومصدر من بعد القصص اللي صارت معه تقريبا بحدود 20 غنية ويمكن أكتر أقل بشوي. وخلينا نحكي عبساط أحمدي. فضل شاكر لأنه من الطائفة السنية عانى اللي عاناه. موقفه وانضمامه للأسير هذا رأي شخصي فيه وتوجه خاص، هو ما أذى حدا والقضاء برئه وهو يصطفل. شاف انه هون ملجأ له، بعدين عرف انه غلط ورجع انسحب. الشيء الوحيد اللي يلام عليه فضل شاكر هو توبته، تاب ورجع، وهذا شيء شخصي بينه وبين ربه، نحن ما لنا علاقة فيه. ولو الفنان فضل كان من غير طائفة، من غير الطائفة السنية، يمكن تمت تبرئته من زمان، مثل ميشيل سماحة اللي دفع 100 ألف دولار وطلع بعد سجن 3 سنين، وهو من أكبر الإرهابيين الموجودين كانوا بالمنطقة، ومن أكبر الداعمين لبشار الأسد ولحزب الشيطان، وكان في شغل بيناتهم وبده ينقل متفجرات وبكل بساطة. ورغم أنه كان في أحكام واضحة بحقه وكان في دلائل ملموسة، برئوه و100 ألف دولار يلا اطلع عن إلح. ليش؟ لأنه ببساطة هو ما له من الطائفة السنية، ولأنه ببساطة كانت حرب فضل شاكر لأنه كانت بمواجهة حزب الشيطان والنظام السوري. اليوم عم تطلع القصص يمكن لأنه بلش حزب الشيطان ينتهي ويتلاشى، فهذا الشيء خدم فضل شاكر كتير، ولأنه النظام السوري بنفس الوقت راح. وبالرغم من براءة فضل شاكر الصادرة بعام 2018 من القضاء اللبناني، بتلاقوا كتير ناس وسخة بتعلق له بأنه إرهابي وداعشي وما بيسوى، وهن أكبر داعمين للإرهاب وللفجور وللرذيلة ولكل شيء بشع بالحياة، لأنه هن من أنصار حزب الشيطان ولا من أيتام الأسد ولا من شيعة العراق. تركوا كل المجرمين والأنجاس ولحقوا هالفنانات، ما عاد عندهم شغل غيره. بالرغم من تبرئته، يعني هو هلأ بريء، يعني موقفه قوي، يعني ما عاد في انه بركي فضل انتهت القصة. فضل شاكر بريء، شاء من شاء وأبى من أبى. وهذا أكبر دليل على انه الحرب مع فضل شاكر اخذ أبعاد أكتر بكتير من ما بتستاهل. على الصعيد الفني بدهم إياه ينتهي، لأنه بيعرفوا فضل بس يغني بسكت الكل، وبس ينزل غنية يخرس الكل لأشهر. وعلى الصعيد الطائفي بدهم إياه ينتهي لأنه حط راسه براس حزب الشيطان والنظام السوري، وخربوا له فيلته وسرقوا له ممتلكات بقيمة 1,000,000 دولار وما حدا عوضه. فكيف بدكن إياه ما ينفعل وما يسبون وانتوا عم تاخدوا على فضل فقط مجرد أقوال طلع فيها بلقاء أو لقاءين؟ انتوا إذا حدا منكم فات على بيتكم وسرق لكم كل شي ببيتكم، وخاصة إذا في ممتلكات غالية وقيمة بقيمة 1,000,000 دولار، تخيلوا حدا فات على بيتكم وخرب لكم كل شي وكسر كل شي وسرق كل شي، رح تضلوا والله هيك الله يسامحهم وما تحكوا كلام وما تعبروا؟ وللأشخاص يلي لسه مشككين ببراءة فضل شاكر، يشوفوا مسلسل فضل شاكر يا غايب على منصة شاهد، صار نازل منه 3 حلقات،
عم يحكي شوي شوي حلقة ورا حلقة عن الأحداث اللي صارت مع فضل شاكر وشو صار معه بالتفصيل. وهو شخصيا عم يحكي معاناته من لما كان صغير وحطوه أهله بالميتم لأنه ما لهم قدرانين يصرفوا عليه لحد اليوم هاد. فضل شاكر بريء ومظلوم ونحن كلنا معه، مو من هلأ، من زمان، وما شكينا 1% إنه يكون هو متورط أو هو يكون قاتل. فضل شاكر هو أكثر من مجرد فنان، هو نصر الشعب السوري بوقت كانوا 3/4 الفنانين الكلاب السوريين عم يشبحوا للنظام وعم يدعموا القاتل وواقفين ضد الشعب السوري، وهلأ كوعوا. فضل شاكر خسر كل شيء بيملكه كرمال ينصرنا نحن. شو ما عملنا نحن مع فضل قليل، نحن مو لأنه فنان، نحن قضيتنا أبعد بكتير من الفن، قضيتنا هو قضية إنسانية. فضل شاكر بيستاهل تقدير والاحترام وبيستاهل حتى ينمنح الجنسية السورية، لأنه هو من أكتر الناس اللي انأذت بسببنا، وهو ما له سوري، ولكن بالأشياء اللي عملها فعليا هو سوري أكتر منا كلنا.